احذر وخلي بالك قبل ما تشتري توك توك مستعمل في 2025. تابع الفيديو للآخر عشان تعرف كل التفاصيل، عشان خاطر وانت بتشتري توك توك ما تتضرش في التوك توك اللي انت بتشتريه من ناحية الورق بتاع التوك توك. مش هكلمك في الفيديو ده على الصاج ولا الموتور، انا هكلمك على الورق، لان الورق بيفرق كتير جدا في سعر التوك توك وفي المشاكل اللي هتواجهها بعد كده مع المرور او مع اللي هتباله بعد كده. اول حاجة لازم تعرفها ان التوك توك الموديل 2009 وتحته مش بيرخص. يعني لو رحت بالمرور ممكن ما يرضوش يرخصوا الموديل ده. ليه مش بيرخص؟ لان الشركة بطلت تطلع فواتير. يعني انت لو مثلا شاري توك توك 2009، طبعا بيكون معاه فاتورة وتوكيلات، فاللي هيبيعوا لك هيعمل لك توكيل. فانت هتروح بالتوكيلات دي مثلا لما تحب ترخص او اتمسك منك، هتروح بالتوكيلات دي الشركة عشان يطلعوا لك فاتورة جديدة. مش هيرضوا يطلعوا لك فاتورة جديدة، لان خلاص هم منعوا ايه، ان هم يطلعوا فواتير للتوك توك اللي هو ايه 2009 وتحت، يعني 8 7 الكلام ده كله. طيب التوك توك هيفضل شغال معاك بس ما يتمسكش في المرور. تمام، يبقى دي حاجة تخلي بالك منها. وعشان كده ما تدفعش في التوك توك ال 2009 سعر غالي، علشان خاطر ايه، كده كده لو اتمسك منك مش هتعرف ايه تطلعه. طيب التوك توك بقى اللي هو بعد كده 2010 13 الكلام ده كله، حتى لحد الموديل اللي هو 23، تخلي بالك بقى من حاجات معينة. اولا لو انت بتشتري فاتورة، تمام، اهم حاجة تتأكد من الفاتورة سليمة والتوكيلات التسلسل بتاعها ايه مظبوط، ومفيش توكيلات مزورة في النص ولا كلام من ده. وتتأكد من رقم الشاسيه والموتور ان هم ايه مطابقين للي موجودين في الورق، وما يكونش ممسوح ولا في تعديل ولا في كلام من ده. لان في بعض التجار بتعمل تعديل في الارقام، بيكون معاهم اقلام وبيدقوا بها ارقام. انا ما اعرفش حاجه عنهم، بس انا بسمع الكلام ده يعني. بسمع الكلام ده، بشوفهم في بثات على في الفيديوهات في اي مكان بيتكلموا في المواضيع دي. فعشان كده خلي بالك بيكون في ارقام مدقوقه، لو جيت ترخص بعد كده مش هيرضوا يرخصوا لك. طبعا هو اصلا الترخيص يعتبر دلوقتي يعني هو في ساعات تكاتك بتتمسك وما تطلعش غير المرخصة، وفي تكاتك بتتمسك وتطلع عادي. تمام، بس اهم حاجة لازم انت بتشتري توك توك لازم ورقك يكون سليم. تمام كده. طيب هيجي يتعرض عليك توك توك تصريح. ايه التوك توك التصريح؟ واحد اتمسك رخص، طلع بتصريح ما راحش يكمل الاجراءات بعد كده. الاجراءات بعد كده ان المفروض ان هو يروح يفتح ملف في المؤسسة، ويفتح ضريبة، وياخد رخصة سريع. هو طبعا ما بيكبر دماغه، ما بيعملش الكلام ده وبيبيعه على وضعه. ده طبعا يعمل لك مشكلة بعد كده لو انت اشتريته بالوضع ده. جيت مسك منك، ولسه واحد كان كاتب على الفيسبوك ان هو اتمسك منه توك توك كان تصريح، ومش عارف يطلعه، ولا لاقي الملك القديم اللي هو باسمه التصريح عشان يطلعه له، ولا هو عارف يطلعه، وممسوك وبيعد عليه فلوس في المرور وخلاص. فانت لو توك توك تصريح ما تشتريهوش الا لما اللي هيبيع لك التوك توك ده يديك رخصة سارية ويعمل لك نقل ملكية. ويفضل دلوقتي يعمل لك نقل ملكية عشان تعرف تتصرف لو في اي مشكلة، تتصرف انت بنفسك، ما تحتاجش حد ان يجي يتصرف لك. تمام، لان انت دلوقتي بتدفع فلوس كتير جدا. يعني اقل توك توك النهاردة ب70 و80 و90 و120 الف و150 الف، وارقام كبيرة. كان الاول التوك توك كله على بعضه ما يعديش ال30 الف، 40 الف. كان ب40 الف جديد و30 الف و25 الف. انما دلوقتي ارقام كبيرة. تمام. هيجي لك بقى توك توك بعد كده مسلم نمر. توك توك مسلم نمر، آه تتأكد ان هو يعني متسلم النمر بتاعته وما عليهوش حاجة في المرور. وصاحب اللي هيبيع لك يعمل لك عقد مسجل، علشان خاطر ايه، لو حبيت ان انت ترجع الترخيص تاني تقدر ان انت ترجعه.
وتسأل في المرور هل في إمكانية إن أرجع الترخيص بتاع التوك توك ده ولا لأ. ممكن بقى تخش فحص تاني وترجع الترخيص، وممكن يقول لك لا، اللي تسلم نمره ما ينفعش يرجع. لو ما ينفعش يرجع يعني هتشتريه، بس هتشتريه بقى بأقل من سعره، عشان خاطر طبعا كده ايه يعتبر ان هو ايه، هو ورقه سليم وكل حاجة، بس ما ينفعش ان هو يترخص. فلو اتمسك خلاص كده بالسلام. هيقابلك بقى بعد كده التوك توك اللوت. التوك توك اللوت ده انا عايز انصحك انت لا تشتريه لا بياما ولا بشوية، لان التوك توك ده لو اتمسك مش هيطلع تاني. وطبعا الناس كلها عارفة كده، ومع ذلك بيشتروه وبيشتغلوا بيه. والله لو اشتغل بيه ومش هيتمسك منك، ممكن يقعد معاك سنة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة وما تتمسكش، خلاص انت كده مية مية. انما لو اتمسك منك خلاص كده بالسلامة. اخر حاجة بقى اللي هي العربية القيود بديل التوك توك. العربية القيود بديل التوك توك دي قبل لو انت ناوي تشتريها، اتأكد الأول في المرور بتاعك إن الترخيص بتاعها شغال، عشان ما تشتريهاش وتفاجأ إن هي إيه، ملهاش ترخيص والونش ياخدها منك ومش هتشوفها تاني. لأن هي ملهاش ترخيص، وهي ما ينفعش تتساب زي التوك توك لأنها عربية مش توك توك. فتأكد إن المرور بتاعك بيرخص العربية دي. غالبا أنا ما شفتش مرور بيرخصها لحد دلوقتي، ما شفتش عليها نمرة واحدة لحد دلوقتي. لكن في بعض العربيات الناس اشترتها وشغالة بيها، بس ما اعرفش عنها حاجة، عن تفاصيل الشغل بتاعها الكلام ده كله ما اعرفش حاجة. تمام. شكرا لكم على المشاهدة، كان معكم احمد شعبان. اعمل لايك للفيديو، واعجاب واشتراك في القناة. وكل سنة وحضراتكم طيبين. شكرا لكم على المشاهدة، كان معكم احمد شعبان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.